يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. يا ريت والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ايه يا ابني، انت لسه في الجزء الخامس؟ امال انت فين؟ الجزء 12. النهارده 5 رمضان يا عبد الرحمن. ايوه انت المفروض يعني ده رمضان المفروض تنجز فيه. مش مشكلة ان انا اختم كتير، اهم حاجة ان انا ادبر الايات اللي انا بقراها. اقول لك على حاجة عشان ما نقعدش نجادل بقى كتير، تعال نسأل حد. ماشي يلا. صراحة دكتور كان في مشكلة كده، احنا كنا قاعدين نقرأ قرآن انا وعبد الرحمن، فهو الآن في الجزء الخامس وهو في الجزء ال12 معدي. فبقول لي بقى انا عاوز اختم كتير وكده، فانا بقول له لا احنا نتدبر احسن، هو يقول لي لا اختم كتير، فجايين يعني نشوف ايه الحل يعني. هو مش المفروض يا دكتور ان احنا في رمضان يعني المفروض نختم اكتر؟ ده الحسنة ب10 امثالها يعني. طب انت كده يا دكتور بقى في الجزء الكام؟ مالكش دعوه. صلى على الرحمن. دلوقتي انا مش هقدر ان انا اقول لك انت غلط ولا انت غلط، بس انا عاوز ااكد على نقطه معينه، ان رمضان هو شهر القران، والاصل في القران التدبر. انا مش عايز يكون تعاملي مع القران مجرد ان هو كتاب الحرف فيه ب10 حسنات، ولكن انا اتعامل معاه ككتاب مبارك انزلناه ليدبروا اياته. مفيش اي مانع ابدا ان انا اقرا ختمات كتير بس اكون بتدبر. فاحنا عاوزين خلال شهر رمضان في خطه تعاملنا مع القران يكون في ختمه اساسيه رئيسيه اللي هي ختمه التدبر. انا بقرا الجزء بتدبر. دي مثلا يبقى الوقت اللي احنا زي اللي احنا قاعدين فيه ده، اللي هو بعد صلاه الفجر، الوقت اللي انت قاعد بتتدبر فيه في جلسه الضحى الجزء اليومي. خلص الختمه دي بشكل كويس وعندك علو همه تعمل اي حاجه فوق كده براحتك. المهم يبقى على اقل تقدير انت مظبط الختم بتاع التدبر، وعلي همتك بعد كده في انك تختم معاها ختمات كتير. فلا ده صح فقط ولا ده غلط بنسبه 2%. احنا عاوزين نجمع بين الاثنين بشكل كويس مع محافظتنا على التدبر. ما بقاش بقرا وخلاص وانا مش واعي انا بقول ايه، لا انا ابقى بقرا وبتدبر واحاول انا اخلص واعمل ختمات كتير في رمضان على قد ما اقدر. طب انا ازاي يا دكتور اجمع ما بين ان انا اختم ختمه بتدبر وختمات كتير قراءه يعني؟ الموضوع ده عايز قاعده بقى يا عم احمد، ناخد مصاحفنا كده ونقعد في الحته الحلوه اللي احنا بنحب نقعد فيها بعد العصر، واقول لك بقى الموضوع ده ان شاء الله نعمل فيه ايه. ماشي يلا قوم بقى عشان ما تعطلنيش، ومالكش دعوه انا في انهي جزء. قوم روح. يلا شد حيلكم يا رجاله. يلا سلام. انت هتعرف يا طارق ان الفكره مش انك قرات كام ختمه او انك خلصت قد ايه، الفكره دخل قلبك منهم قد ايه، وتقعد تقرا بمزاج وبروقان. يعني مش لازم اختم القرآن يا دكتور كذا مرة في رمضان كده؟ يا عم مش الفكرة، تعالى بس اما نقعد نروق كده. بص، مش الفكرة يا احمد في عدد الختمات، المهم وصل لقلبك قد ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. احنا ما ننكرش على ده ولا ننكر على ده. في ناس بتلاقيها فعلا لان ليها علاقة وحال كبير مع القرآن طول السنة، فبتقدر تخلص 4 و5 ختمات وهي مركزة وخاشعة. وفي ناس علاقتها بالقرآن ضعيفة طول السنة، فتلاقيها بتعاني عشان تخلص ختمة واحدة وما هياش مركزة ولا متدبرة فيها كمان. طب انا عاوز ابقى متدبر وخاشع، اعمل ايه؟ طيب صلى على النبي يا احمد. دلوقتي من اجمل الحاجات اللي انت تساعدك قوي في التدبر انك تحس ان كلام ربنا سبحانه وتعالى ده والكتاب اللي بين ايديك ده رساله من ربنا سبحانه وتعالى ليك انت، انك تسقط الكلام والايات عليك انت، تحس ان كل ايه فيها رساله بتذكر حالك وفيها رساله موجهه من ربنا سبحانه وتعالى ليك انت. شوف مثلا في سوره الانبياء: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هي دي يا أحمد أحد أهم مفاتيح تدبر كتاب
كتاب الله سبحانه وتعالى، انك تعرف ان ده كتاب فيه ذكرنا، فيه ذكرك انت، وفيه ذكري انا، وذكر كل السابقين وكل الموجودين وكل القادمين. ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب كل واحد فينا، بدل ما تبقى بتعدي على الايات تقول ايات النار دي بتاعت الناس الوحشه، ايات الجنه دي بتاعتي انا ومش عارف ايه. لا، شوف كل ايه كانها رساله موجهه ليك انت. من اجمل الايات اللي بحبها يا احمد الايات اللي القران بيتكلم فيها عن نفسه. شوف لما تفتح من اول المصحف كده وتشوف، تفتح معايا كده في سوره البقره، لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية دي لما فهم تفسيرها بعض الناس من غير المسلمين أسلموا. إن إزاي يكون في كتاب مهما كانت كل كتب العلوم وكتب الفيزياء والكيمياء أي نظرية علمية بيكون فيها شك. فكان شيء مذهل بالنسبة للكثير من العلماء إن يكون أول كلام مكتوب في هذا الكتاب in this book there is no doubt in this book، مفيش أي شك في هذا الكتاب. فده في حد ذاته يديك يقين في هذا القرآن ما بعده يقين. لما ربنا سبحانه وتعالى يلخص لك في كلمتين القرآن ده هيعمل لك ايه في حياتك، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول هدى للمتقين، هدى للمتقين، هدى صراط مستقيم. تشوف ازاي الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه لنا في الفاتحة في البداية وبنقولها 17 مرة في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. اكتر حاجة هتهديك للصراط المستقيم في الدنيا انك تصاحب القرآن ده في الدنيا عشان يكون انيسك في القبر ويكون صاحبك في الجنة بجد وياخدك لحد الفردوس الاعلى. يوم القيامة في القبر بعد ما تخرج من قبرك هتلاقي القرآن بيتجسد في هيئة رجل شاحب الوجه، ويجي لك ويقول لك ألا تعرفني؟ فتقول له من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن. وخلي بالك هيقول إيه بقى؟ يقول أنا صاحبك القرآن، أنا من أظمأك بالنهار كنت بتصوم وأقامك بالليل كنت بتصلي قيام ليل. فالفكرة في القرآن مش إنه يكون بالنسبة لك مجرد كتاب الحرف فيه ب10 حسنات، ولكن إنه يكون كتاب بيغير حياتك بجد، إنه يكون هدى ليك بجد، إنه يكون بيهديك للصراط المستقيم في حياتك بجد، إنه يثمر عمل في حياتك مش مجرد كلام بتقرأه، إنه يكون فعلا بيهديك إلى طاعات، بيخليك تصوم بالنهار وتقوم بالليل وتجتهد في أعمال الخير إنك تعمل بيه. شوف السيدة عائشة وهي بتوصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، وفي أحد الآثار كان قرآنا يمشي على الأرض. عاوزين نكون كده، عاوزين نقرأ القراءة والتدبر اللي يؤدي بينا إلى كده. فاللي بأكد عليك يا أحمد في الخلاف اللي كان في المسجد الفجر إن القصة مش في ده ختم كام ختمة أو ده في الجزء الكام أو ده خلص ولا لسه ما خلصش. العبرة وصل هذا الشخص، وصل لقلب هذا الشخص قد إيه من الختمة دي. هي دي العبرة يا أحمد. تجيب لي إيه كمان فيها القرآن بيتكلم عن نفسه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحان الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى في السورة اللي كلنا بنحبها في سورة قاف، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذا القرآن خير تذكرة للي بيخاف من وعيد الله سبحانه وتعالى. إنك أي إنسان مهما كان بعده عن ربنا سبحانه وتعالى أول ما أنت بتذكره بآيات الله بيقف عندها، إلا لو واحد بقى أخذته العزة بالاسم. فاللي احنا عاوزين نقوله إن احنا عاوزين يكون القرآن ده صاحب لينا في الدنيا عشان يكون صاحب لينا في القبر وصاحب لينا في الآخرة. زي ما انت كنت هتبقى مصاحب القرآن في الدنيا هيصاحبك في الآخرة. في الحديث اللي كنت بقوله لك دلوقتي لما يقول لك أنا صاحبك القرآن هيقول لك إيه؟ مش هيسيبك ويمشي، لا، هيقول ألا وإن اليوم كل تاجر من وراء تجارته، أما وإنك اليوم من ورائي. والقرآن ياخدك من إيدك وينجيك من كل أهوال يوم القيامة لحد ما يوصلك لباب الجنة. هي دي القراءة المثمرة، إنك ما تكونش مجرد قراءة بل تدبر وحال أنت عايشه بقلبك بجد. طب يا دكتور محمد، أنا عاوز أوصل للحالة ديت، لحالة الخشوع، لحالة التدبر، لحالة إن أنا عاوز أحس اللي أنا بقرأه، عاوز أخلي القرآن ده حاجة في قلبي كده وحياتي، كل اللي بقرأه عاوز أنفذه بالظبط. أعمل إيه؟ أجمل حاجة يا أحمد إن يكون القرآن جزء من حياتك. وأنت لو تعرف أحد المشاريع المهمة بتاعتنا في أحلى شباب مشروع القرآن حياتي.
ان ده اللي احنا عاوزينه فعلا، ان يكون القرآن هي حياة كل واحد فينا، مش مجرد كتاب محطوط على الرف وعليه تراب نقرأ مثلا سورة ياسين قبل الامتحان وخلاص، او مجرد زينة في العربية. ابدا، كتاب نغير بيه حياتنا. انت عارف من اهم الايات اللي اثرت فينا اصلا واحنا بنعمل مع بعض فكرة احلى شباب، آية قول الله سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر إيه بقى؟ هل المحسن إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالآية دي جمعت ما بين الثلاثة اللي احنا بنتكلم عنهم، ما بين التدين والتفوق والتطوع، ما بين التدين في إقامة الصلاة، وما بين التفوق العلمي في طلب العلم الشرعي والدنيوي، وفي إنك تتمسك بهذا الكتاب اللي بيحثك على طلب العلم، والتطوع إنك تكون بتصلح في الأرض. هي دي القراءة المثمرة، وهي دي حياة القلب اللي احنا عاوزين نعيشها مع القرآن بجد يا أحمد. الحاجة التانية المهمة، نقطة أنت بتقرأ القرآن قد إيه في اليوم، ويا ترى الآيات دي محلها في قلبك إيه وفي صدرك إيه. لما نشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن آيات القرآن وهو بيقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شوف الكلمة، إن يكون القرآن في صدرك، ده اللي احنا عاوزينه يا أحمد. طب يا دكتور محمد، انا كل ما باجي احفظ لوحدي بحفظ بس بنسى، ما بقدرش اثبت الحفظ، اعمل ايه؟ اوعى يا احمد تحفظ القرآن لوحدك، مش هينفع تحفظ لوحدك. ليه؟ لانك مش لوحدك، انت معاك اتنين ضدك، انت معاك نفسك الاماره بالسوء ومعاك الشيطان. فعشان كده انت محتاج تتقوى عليهم بثلاث امور مهمه جدا. رقم واحد، الحفظ مع محفظ، الحفظ مع محفظ والمراجعه مع محفظ. ما ينفعش تقول ما انا يا عم ايه بقرا مع نفسي وبراجع مع نفسي وكده، ابدا. لازم محفظ تكون بتحبه وبتخاف منه ويكون قريب منك عشان ما تتحججش انك مش عارف توصل له او كده. النقطه الثانيه، صحبه مشجعه على الحفظ. لازم صحبه تشجعك على الحفظ باستمرار، عشان لو انت كسلت تلاقيهم هم بيقولوا لك ايه يلا مش هننزل، او تقول لهم انا نازل اهو، وهكذا. فلازم صحبه تشجع على الحفظ. رقم 3، انك تكون راجل ملتزم بمواعيد الحفظ. لو انت ماشي على نظام مثلا ان انت عندك حفظ يومين في الاسبوع، سبت وثلاث مثلا او حد واربع واثنين وخميس، خلاص يبقى اليومين دول مهما حصل انت محافظ على الحفظ. الثلاثه دول ان شاء الله، المحفظ الثابت والصحبه المشجعه على الحفظ، وانك تكون ملتزم بجدول الحفظ مع المراجعه اليوميه ومحاوله التطبيق باستمرار، هيفرقوا معاك في حياتك كتير. طب اخر حاجه يا دكتور محمد، ايه اهم حاجه اخرج بيها من القرآن من رمضان؟ اهم حاجه يا احمد احنا عاوزينها من شهر رمضان، انك بتعدي على كتاب ربنا كله. اوعى فعلا يعني لو في خلاف ما بين اختم كام ختمه واحده ولا كتير، لا، اهم حاجه الاول انك اوعى فعلا يعدي شهر رمضان وانت ما عدتش على القرآن من اوله لاخره. وتحاول انك تصلي في مسجد بيقرأ بجزء كل يوم وبيختم القرآن في صلاة التراويح، بحيث انك تعرض قلبك للأشعة القرآنية طول شهر رمضان. اهم حاجة عاوزك تخرج بيها يا احمد مصاحبة القرآن، ان القرآن ده ما يبقاش كتاب احنا بنقرأه في شهر رمضان ويتركن باقي السنة. اهم حاجة ان احنا نخرج بحب القرآن، انه يكون معاك في كل مكان، يا اما تكون شايل مصحفك او في شنطتك او حتى معاك برنامج اندرويد على الموبايل. المهم ان يكون القرآن معاك في كل مكان. فعاوزين يا احمد نصدق نيتنا مع الله سبحانه وتعالى في حفظ القرآن ومصاحبة القرآن عشان نجتمع بيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يلا يا عم، الواحد نفسه والله ما يقومش من القعدة الجميلة دي، بس عشان ايه نقوم نروح. فهي دي القصة اللي احنا بنتكلم فيها يا احمد بجد، ان ازاي نخرج من رمضان والقرآن هو أكبر صاحب لينا. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر لوحده ما يكفي. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر لوحده ما يكفي.